بيبدأ الفيلم بتاعنا بشاب بيعيش حياته عادي وبيحب الغطس وبيروح يغطس في قلب البحر، والشاب ده بيكون اسمه إتسو. وفي يوم وهو قاعد عادي في المحل بتاعه بيبيع أدوات الغطس، بتدخل عليه صاحبته ماي وبتقول له شفت إيه في البحر، فبيوريها السمكة النادرة اللي شافها في قلب البحر، فبتفرح له جدا وبتقول له بما إنك واخد أجازة من الدراسة ما تيجي نخرج نغطس سوا يوم الأربع الجاي. وبيدخل عليهم صاحبهم وبيقول لهم أنا موافق، بس يا ريت تجيبي معاكي شوية بنات كمان، بس ما بيعبرهمش وبيقول لهم أنا مش فاضل الكلام ده، أنا هبدأ شغلانة تانية بالليل. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. هو ماشي في الطريق بيسمع بنت بتصرخ، وفجأة بيلاقي بنت قاعدة على كرسي بعجله وبتقع من على المنحدر، بس هو بيجري عليها وبينقذها قبل ما تقع على الأرض، والبنت بتقع عليه. والبنت دي بيكون اسمها كومي، وجدتها بتظهر وبتشكر تسو على إنقاذها لكومي. وفجأة كومي بتمسك إيده وبتعضها وبتقول له بد إيدك ياض، وجدتها بتاخد كومي وبتمشي وتسو بيمشي وراهم. وكومي بتكون مفكرة إنه صايع وماشي وراهم عشان يعكسها ولا حاجة، بس ده طبعا بيكون غلط لأن بيته بيكون في نفس الطريق اللي ماشيين فيه. وبنعرف ان جدة كومي بتاخدها في الوقت ده علشان يمشوا سوا، ولما بيوصلها البيت الجدة بتطلب من تسو انه يدخل يقعد معاهم، وفعلا بيدخل يقعد معاهم والجدة بتعمل له اكل عشان ياكله، وبيقعد ياكل وبيشكر الجدة على الاكل عشان مش معاه فلوس يشتري اكل تاني. وبتعرف الجدة انه كحيان وفقير ومش لاقي ياكل حتى. وكومي بتعطش وبتطلب من الجدة انها تعمل لها شاي، بس تسو بيقوم وبيساعد الجدة وبيعمل الشاي في الكوباية وبيديه لكومي، بس كومي بتتعصب وبترميه بالمخدة وبتدخل اوضتها. والجدة بتعرفه ان كومي ما بتعرفش تشرب الشاي في الكوبايه، وبيمشي تسو بعد ما بيخلص اكل مع الجده، بس الجده بتوقفه وبتقول له عايز تكسب فلوس. وتاني يوم بيروح تسو على محل الغطس بتاعه وبيقول لماي على الشغل الجديد اللي هيروحه، وصاحب المحل بيجي وبيقول لتسو انا هشغلك معايا على طول بس بعد ما تخلص الكليه، بس بيقول له انا هكمل دراستي بره. وبنعرف بعدها انه عايز يسافر يكمل دراسته في المكسيك، وماي بتسمعهم وهما بيتكلموا على الدراسه بره، وبيكون باين عليها انها زعلانه جدا. وبنشوف تسو بعدها وهو بيروح للكيمو، وجدتها بتقول له شغلانتك انك تنفذ كل اللي كومي تطلبه منك، وبتصدم جدا واول ما بيعرف انه هيشتغل هنا معاهم. وبتقول له كل اللي عليك انك تعمل كل حاجه تطلبها منك ما عدا انك تخرجها بره البيت. بتعرفوا ان التلاجة مليانه اكل وانه عادي ياكل منها كل اللي هو عايزه، وبتسيبه وبتمشي. وبتكلم مع كومي وبيقول لها عايزاني اعمل ايه، بس البنت بتتكسف وبتدخل الاوضه بتاعتها وبتقفل الباب وراها، وبيظهر القط بتاعها اللي مش بيطيق تسو. وكومي بتطلب منه انه يفضل قاعد عشان تعرف قد ايه الانسان يقدر يتحمل القعده دي. وبالليل بيخرج مع اصحابه وبيكون متضايق جدا ان اللي كومي بتطلبه منه. وتاني يوم كومي بتطلب منه انه يعد الشبكات اللي موجوده في الحصيره. وتالت يوم بتطلب منه انه يجيب لها ورده البرسيم اللي عندها 4 ورقات، وفعلا بيدور على الورده وبيلاقيها وبيجيبها لها. وكومي بتكون مفكره انها لو جمعت 10 وردات من البرسيم ده هتحقق امنيتها، وبيحاول ان هو يبص هي بتعمل ايه في الاوضه، بس كومي بتفتح الباب وبترمي الميه في وشه. وبيروح يخرج مع اصحابه تاني وبيقعد يشتكي على اللي كومي بتعمله فيه، بس صاحبه بيقول له سيبك من الشغل ده وكتر الفلوس وفكر في ماي شويه، بس ماي بتسكته وبتحط له اكل في بقه وبتقول له اطفح يا ابني وانت ساكت ما تفتحش بقك تاني. وبيروح كومي المدرسه والاستاذ بيقول له المقاله بتاعتك اللي كتبتها وريتها للاستاذ اللي في جامعه مكسيكو وعجبته وعايزك تدرس هناك، بس المشكله في فلوس المنحه الدراسيه هتكون صعبه عليك قوي. بس تسوبي يتشجع وبيقول له انا هذاكر كويس وهتجدعن كمان عشان ادخل جامعه مكسيكو. وبيروح تسو ينام على السرير، وبنشوف كومي وهي بتحلم ان المدينه كلها بقت في البحر وهي بتعوم في قلب المدينه مع الحيتان والاسماك والدلافين، بس الجده بتصحيها من النوم. وكومي بتطلب منها انهم يخرجوا يتمشوا تاني، بس الجده بترفض المره دي وبتتعصب عليها وبتقول لها افرضي وقعت زي المره اللي فاتت هنعمل ايه ساعتها. بعد شويه بيدخل عليهم تسو بيكون مقرر انه هيسيب الشغل معاهم، وبيدخل البيت بس ما بيلاقيش حد فيه، وبيقف قدام اوضه كومي وبيقول لها انا هسيب الشغل، بس مفيش حد بيرد عليه، فبيفتح باب الاوضه وبتصدم اول ما بيشوف جمال اوضتها وصوره الحيتان اللي مرسومه في قلب الاوضه والاسماك. وبيسمع صوت الجده وهي بتنادي على كومي وبتدور عليها، فبيجري ساعتها يدور عليها وبيلحق كومي قبل ما تنتحر وتقف قدام القطر. وكومي بتقول له ودينا عند البحر بدل ما اقول لهم انك اتحرشت بيا وتطرد من الشغل، بس هو ما بيعبرهاش وبيقول لها اعملي اللي انت عايزاه، وبعدها بيسيبها وبيمشي، بس بيرجع تاني وبيوديها عند البحر وبيروحوا يركبوا القطر. فبيتكلم مع الجده وبيعرفها انه مع كومي، وكومي الناس ماشيه تخبط فيها وبتقرر انها ترجع البيت تاني، بس لما بتلاقي تسو بيزعق للراجل اللي خبطها، وكمان بتشوف الست بتزعل نفس الراجل عشان خبطها برضه، وتقعد تضحك عليهم وبتقرر انها تروح عند البحر. وفعلا بيركبوا القطر وتسو بيقول لها انا عجبتني الصور اللي انت رسمتيها في اوضتك لشكل العالم ونفسي يكون العالم بالشكل اللي انت رسمتيه. وبتتكسف كومي جدا من كلامه وبتقرر ان تسو يبقى الخادم بتاعها من النهارده. واخيرا بيوصلوا للبحر، واول ما كومي بتشوف البحر بتحاول توصل للميه، بس الكرسي ما بيقدرش يتحرك في الرمل وبتقع على الارض تاني، بس ما بتستسلمش وبتزحف علشان توصل للميه. وبيحاول يتسو ان هو يوقفها وبتقول له ان ابوها سالها قبل ما يموت ايه طعم البحر، وهي طفله صغيره
مره ابوها خدها عند البحر، بس ساعتها كان موج البحر عالي ومعرفش يقربوا للبحر، وابوها مات قبل ما يقول لها طعم البحر ايه، وعلشان كده هي عايزه توصل للبحر عشان تعرف طعمه ايه، وبيقرر ان هو يساعدها وبيشيلها وبينزل بيها في قلب الميه. وكومي اول ما بتشرب ميه البحر بتتاكد انه مالح، فبتفرح جدا، وبعدها بيقعدوا يلعبوا في قلب الميه، وبيرجعوا البيت تاني وبتتعصب عليه الجده وبتقول له لو عملتها تاني هنفخك، وبتدخل الاوضه وبتسيبهم. وكومي بتقول لإيتسو انت ليه جيت معايا عند البحر؟ فبيقول لها انا نقطه ضعفي الناس اللي بيحبوا البحر، وانا بحب اشوف السمك وهو بيعوم، عشان كده بحب اغطس في البحر كتير، وكمان انا شغال في محل بيبيع ادوات الغطس. وبتتصدم كومي اول ما بتعرف ان تسو كان بيعوم جنب السمك الحقيقي، فبيقول لها انت نفسك تروحي فين تاني؟ فبتقول له الجده بتنام كل يوم من الساعه 1 لحد الساعه 3، واول ما بيتاكدوا ان الجده نامت بيخرجوا بره وبياكلوا كريب وايس كريم كمان، وكمان بيروحوا يتمرجحوا في الملاهي. بس تسو بيكون عنده دوار من المرتفعات، وتاني يوم تسو بيعمل كرسي كبير لكومي عشان تعرف تطول المطبخ. والجده بتصحى وبتتصدم اول ما بتعرف ان كومي عرفت تطبخ، وكمان كومي بتتصدم لما بتعرف ان القط بتاعها اتصاحب على تسو، وكمان تسو اختار اسم للقط. وتاني يوم بيروحوا السينما وبيتفسحوا في الجنينه، وكمان بياخدها في متحف مائي وبيوريها الاسماك والحيتان اللي هي بتعوم عشانهم. وتاني يوم بنشوف واحد قاعد مع الجده وبيقول لها في شغلانه حلوه لكومي، بس الجده بترفض انها تخرج وكمان تشتغل. وبنعرف ان الجده عارفه ان كومي بتخرج كتير، بس هي مش معرفاهم انها عارفه. وبنروح نشوف كومي وهي في قلب المكتبه وعماله تتفسح وتقرا في الكتب، وبتاخد الكتب وبتروح تشتريهم من امينه المكتبه، وامينه المكتبه بتحب الكتب اللي هي بتحبها، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وتسو بيديها كتب تشتريها. بس امينه المكتبه بتفكر ان تسو حبيبها وبتكسف كومي قوي. وبعد كده وهو ماشي مع كومي بيقول لها بقيتوا صحاب انت وامينه المكتبه، فكومي بتقول له انا وهي في نفس السن. وبتصدم تسو اول ما يعرف ان هي عندها 24 سنه، وبياخدها معاه محل بيع ادوات الغطس، واول ما صاحبه بيشوفها بيجري عليها وبيحاول ياخد رقم تليفونها، بس كومي ما بيكونش معاها تليفون اصلا. وماي بتيجي تسلم على كومي وبترحب بيه، وبتوري تسو السمكه الكبيره اللي صورتها، بس كومي بتطلب من تسو انهم يمشوا، وفعلا بتمشي، وتسو بيجري وراها وبيقول لها مشيتي ليه؟ بس كومي بتمشي لوحدها، واول ما بتوصل بتطلب من الجده انها تطرده من الشغل. وتاني يوم الجده بتتكلم تسو بتقول له ما عادش تيجي الشغل تاني. بعد كده وهو في المحل بيجي له رساله انه اتقبل في منحه جامعه سيسكو. وبنروح نشوف كومي وهي في المكتبه، وامينه المكتبه بتسالها فين تسو، فبتقول لها ما اعرفش الغبي ده فين اللي ملوش لازمه اصلا ومش شاطر غير في الاكل ومعاكسه البنات بس. وبتيجي طفله صغيره بتطلب من امينه المكتبه انها تقرا لهم قصه، بس امينه المكتبه بتكون مشغوله عشان اللي كان شغال في المكتبه ساب الشغل ومشي. والطفله بتطلب من كومي انها تقرا لها القصه دي، وبتقرا كومي قصه عن حريات البحر وابوهم الملك، بس ما بتعرفش تحكي قصه حلوه للاطفال، والاطفال بيزهقوا وبيسيبوها وبيمشوا. بعد طفله واحده بتستنى وبتطلب من كومي انها توريها قصر الحريات، وبتروح كومي ترسم قصر الحريات للطفله. واول ما امينه المكتبه بتشوفها بتصدم من جمال رسمتها، وبتقول لها انها المفروض تجمع عدد من الرسومات وتبيعه عشان هي فنانه كبيره. بس كومي بتتكسف وبتزعق وبتقول لها ما اقدرش اعمل كده. وبعدين كومي بتروح وبيروح لها تسو البيت، وبيكون جايب لها السمكه بتنور في الضلمه وبيديها لكومي، وبتتصدم من جمال السمكه اللي بتنور، وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان هو اللي صنعها. وبيحكي لها ان اهله متطلقين وابوه ساب البيت ومشي، وامه مشغوله على طول بالشغل، انه هو طفل كان بيروح يتفرج على السمكه الذهبيه دي ونفسه يشوف السمكه وهي بتعوم في سرب مع عائلتها، علشان كده كان بيغطس في الاجازه عشان يدور على السمكه الذهبيه النادره. وفجاه السمكه المنوره بتطفي وبيحاول تسو يصلحها، ولما بيصلحها بتنور تاني وبيكون قريب قوي من كومي. وكومي بتتكسف جدا لدرجه انها بتخبط تسو عشان يبعد عنها. وتاني يوم بتتزوق كومي وبتلبس لبس كويس وشيك، وبعد كده بتظبط شعرها، والجده بتتصدم لما بتشوفها بتعمل كده، وبيدخلوا عليهم تسو وبياخد كومي وبيخرجوا. وكومي بتقول للجده ان العالم بره فيه حاجات حلوه كتير، وبعدها بيمشوا، والجده بتكون مصدومه من اللي هي شايفاه وبتقعد تضحك. بنروح نشوف كومي وتسو وهم ماشيين في الجنينه وبيتفرجوا على النمر، وكومي بتكون خايفه من النمر فبيستغرب هي ليه خايفه، وهي اللي طالبه منه انهم يروحوا يشوفوا النمر. فبتقول له انا عايزه اشوف اكتر حاجه مرعبه وانت معايا عشان لما اخاف الاقي حاجه امسك فيها. فعلا لما النمر بيقرب منهم بتخاف وبتمسك في تسو. وبعدها بيمشوا وهم ماشيين كومي بتحكي له عن اللي عملته مع الاطفال، وكانت متوتره جدا وهي بتحكي القصه للاطفال، بس لما رسمت قصر حريه البحر الاطفال حبوها جدا، وبتقول له انها عايزه ترسم كتير وعايزه تشتغل وتبقى رسامه محترفه. فبيقول لها انا بحب رسمك قوي. وهم ماشيين كومي بتقول له كنت بروح اشوف الازهار وهي بتتصاغط في الربيع مع ابويا، وبتقول له تسو انه ياخدها السنه الجايه ويروحوا سوا، بس تسو بيقف شويه وبيسكت. وبعدها بيمشوا، وفي تاني يوم الجده بتموت وبياخدوها يدفنوها، وبيروح تسو يتكلم مع كومي وبيقول لها لو عايزه اي حاجه انا معاكي وموجود. فبتقول له الجده سابت لي شويه فلوس اقدر اعيش بيها، بس مش معايا فلوس هدفعها للشغل. فبيقول لها فاهمك وبيسيبها وبيمشي، وبيروح يغطس مع اصحابه وبيصوروا الاسماك، وهو بيغطس الاكسجين بتاعه بيخلص، فبيروح لصاحبه
وبيطلعه من البحر. وبيستغرب صاحبه عشان ده اول مره الاكسجين بتاعه يخلص، وبيساله ايه اللي حصل وموترك قوي كده. فبيقول لهم ان جده كومي ماتت وهي وحيده دلوقتي. فماي بتحاول تطمنه وبتقول له في ناس هيهتموا بيها ويراعوها كمان. وتاني يوم بيروح لكومي اتنين، واحد منهم اخصائي اجتماعي، وبيقول لها انهم سمعوا ان جدتك ماتت وعايزين يساعدوكي. فالاخصائي بيقول لها انت ناويه تعملي ايه وتكسبي فلوس منين عشان تعرفي تعيشي. فبتقول له ناويه اشتغل في الرسم واكسب منها فلوس. فبيقول لها رسم الصور دي مش شغلانه تاكلي منها عيش. وبيعرفها ان الجده ماتت ومفيش حد هيساعدها، فلازم تطلعي تشتغلي. فبتتكسف وبتسيبهم وبتدخل اوضتها. وهي داخله فبيقول لها هو في حد تاني غير جدتك تعتمدي عليه. وتاني يوم كومي بتخرج لوحدها وبتتفرج على الميه، وهي ماشيه بالكرسي بتخبط في الارض وكانت هتقع. بس ماي بتكون ماشيه وبتشوفها وبتلحقها قبل ما تقع. ومش بس ماي اللي كانت موجوده، ده صاحب تسو كمان كان موجود، وكانوا بيدوروا على بيت كومي. وماي بتطلب منها انها تبتعد عن تسو وتخليه يحقق حلمه في انه يكمل دراسته بره. وبيتصدم صاحب تسو علشان هم كانوا جايين عشان يفرحوها. بس كومي بتتعصب على ماي وبتقول لها انت جايه لي ليه وانت ايه علاقتك بتسو اصلا. وبعدها بتسيبها وبتمشي. وهي ماشيه فماي بتقول لها ان هو بيزورك علشان هو بيشفق عليكي وعلى حالك. وبعد كده بتسيبها وبتمشي. وبنروح نشوف تسو وهو ماشي في المكتبه بيدور على قصص وبياخد قصه حريه البحر. وبيروح البيت يزور كومي وبيدخل اوضتها وبيتفاجئ لما بيلاقيها شالت الصور اللي على الحيطه. فبتقول له انا طلبت من واحده تنظف لي الشقه كل شهر وبعد كده بتطرده من الشغل. وبتطلب منه انه يوديها البحر ودي اخر حاجه هتطلبها منه. وبياخدها وبيروحوا البحر. اول ما كومي بتوصل البحر بتقعد تعيط وبتمشي. بس تسو بيجري وراها وبيقول لها انا مش محتاج منك فلوس، فما تقوليليش ان ده اخر شغلانه ليا. فبتقول له انا اشتغلت في المكتبه خلاص. فبيتعصب عليها تسو بيقول لها انت مش محتاجه تتخلصي من موهبتك في الرسم. فبتقول له وهي زعلانه انا كل احلامي صعبه انها تتحقق. فبيتعصب عليها وبيقول لها انت طالما مش عايزه تحققي حلمك ليه شكلك حزين قوي كده. فبتقول له انت كده كده مسافر مش هيفرق معاك ايه اللي هيحصل لي، وبتسيبه وبتمشي. وهي ماشيه الكرسي بتاعها بيقف وما بيتحركش. وتسو بيجري وراها عشان يساعدها. هو بيعدي على الطريق بيعدي جنبه موتوسيكل بسرعه كبيره، وكمان في عربيه بتيجي من وراه وبتخبطه وبتطيره بعيد. وكومي بتحاول تتحرك وتروح لتسو بس ما بتعرفش وبتقع على الارض. وفي عربيه ماشيه في الطريق بتنزل منها واحده وبتاخد تسو على المستشفى. وكومي بتقعد تستناه بره وهي بتعيط. واول ما تسو بيفوق بيسال على كومي فبيعرفوا انها روحت البيت بعد ما سهرت معاه طول الليل. وبنعرف من الدكتور ان هو في كسر في رجله وركبوا له شرايح ومسامير ويحتاج شهرين على الاقل لحد ما يقدر يمشي على رجله تاني، وكمان ممكن يصاب بهشاشه في العظام. وتاني يوم بتروح لكومي المستشفى وبتعتذر له على اللي حصل. فبيقول لها مش انت السبب وممكن معرفش امشي تاني، وبيسيبها وبينام. وكومي بتروح البيت وبتقعد تعيط. وبنرجع تاني لتسو المدرس بيزوره في المستشفى وبيعرفوا انهم عايزين طالب تاني غيره يكمل دراسته بره لو انت معرفتش تسافر. بس تسو ما بيكونش فارق معاه الدراسه، كل اللي فارق معاه انه ما عادش هيعرف ينزل البحر تاني ومش هيعرف يحقق حلمه في رؤيه السمك. وبيقعد يعيط. وبتدخل عليه ماي وصاحبه وبيشوفوه هو زعلان وعمال يعيط. وبعد فتره ماي بتروح لتسو المستشفى وبتطمن عليه وبتكون جايبه له اكل معاها وبتاخده على كرسي متحرك وبيخرجوا يتمشوا. وماي بتلاحظ ان تسو فقد الامل في تحقيق حلمه والسفر بره. فبتحاول تشجعه وتساعده بس هو بيستسلم وبيتعصب عليها. وساعتها بتعترف له بحبها وبتقعد تعيط وبعدها بيمشوا. وتاني يوم ماي بتروح لكومي وبتخبط عليها بس كومي ما بتفتحلهاش الباب وتقول لها امشي وما تجيش هنا تاني. فبترد عليها وبتقول لها ان تسو مش هيسافر بره البلد وده اللي انت كنت عايزاه وكنت بتدعي انه ما يسافرش وانا اخليه ملكي وهوقعه في حبي وهنسيه البحر. وبتقول لها انها تعرف عنه كل حاجه. فبتتعصب كومي قوي بتفتح الباب وبتعرفها ان تسو مش بيستسلم بسهوله ومش هينسى حلمه ولا هينسى البحر. وبتعرفها انها ما تعرفش كل حاجه بس مش هتخليها تهزم مشاعرها. فبتتعصب ماي وبتقول لها وريني مشاعرك دي وبتسيبها وبتمشي. وفي تاني يوم بتروح كومي المكتبه وبتطلب من امينه المكتبه كتب وبتبدا تذاكر وبترجع ترسم تاني. وتسو بيقعد يلف في المستشفى بالكرسي المتحرك اللي هو راكبه. وتاني يوم صاحب تسو بيروح المستشفى وبياخد تسو بيروحوا المكتبه وبيلاقوا كومي قاعده حوالين الاطفال وبتحكي لهم قصه لكن بتتوتر وما بتعرفش تحكي القصه بطريقه حلوه. بس بعد شويه بتهدى وبتحكي القصه اللي بتكون رسمها بنفسها. وهي بتحكي القصه بتفتكر كل لحظاتها مع تسو. والقصه بتكون عباره عن لحظات مرت بيها هي وتسو والنمر اللي شافته وان تسو انقذها منه. وكمان هو بينقذها بيتصاب ومبقاش قادر يتحرك ولا قادر يعوم في البحر تاني. بس بعد فتره رجع تاني للبحر وقدر يعوم من تاني وكمان حقق حلمه وشاف السمك الذهبي وهو بيعوم مع عيلته. بعد ما خلصت القصه اللي بتشجع فيها تسو انه ما يستسلمش ويحقق حلمه بيسقف لها تسو كل اللي موجودين وحتى الاطفال. ومن ساعتها تسو بدا يتحمس وبدا يحاول يمشي من تاني خطوه بخطوه مع الدكتور. وكومي وصاحبه وحتى ماي كمان كل يوم بيزوروه وبيشوفوه وهو بيتدرب ويحاول يمشي. بعد فتره كومي بتروح المستشفى تزوره وبيعرفها ان هو هيخرج من
المستشفى قريب، بس هيجي بعد كل شويه يعمل فحص على رجله. وكومي بتفرح اول ما بتعرف انه اخيرا هيخرج وهيرجع يمشي تاني، وبيعرفها انه مش هيستسلم وهيحقق حلمه وهيسافر ويدرس بره كمان، وبيطلب منها انها تكون معاه في يوم خروجه من المستشفى. ولما بيجي يوم خروجه بيقعد يدور عليها، بس للاسف ما بيلقاهاش، وبيرن عليها ما بتردش. وبعدها بيروح يزور كومي في البيت، بس ما بيلاقيش حد هناك، وبيلاقيها عاينه كل حاجه تخصها في قلب كراتين. وتسو بيروح يشوفها في المكتبه بس برضه ما بيلاقيهاش، وكان بيعرف ان امينه المكتبه ما شافتهاش النهارده. وتسو بيكلم صاحبه عشان يدور عليها، وصاحبه بيعرف ماي وبيدور عليها في كل حته. وبنشوف كومي في جنينه الحيوانات واقفه قدام قفص النمر وعماله تبصله. ولما تسو بيوصل لقفص النمر بتكون مشت، بس بيشوف اثار عجل الكرسي وبيمشي وراها. وتسو بيجري وراها وكومي بتمشي، وكومي ماشيه بيخبط فيها واحد وبيخليها تقع من على منحدر، وما بتعرفش تتحكم في الكرسي، وبتقع من على الكرسي بس زي المره اللي فاتت. بيلحقها تسو بيمسكها قبل ما تقع، وبيسالها انت ليه بعدتي وماشيه لوحدك؟ فبتقول له انت ساعدتني بما فيه الكفايه، وانا قررت اني اشتغل رسامه وكمان عايز اقف على رجلي. بس تسو بيقول لها انا مش هسيبك وعايز افضل معاكي. واخيرا بيعترف لها بحبه. كومي بتقعد تعيط وبتقول له انا كمان بحبك، وبتاخده بالحضن. وتسو بيديها بوسه غراميه وبترد عليه بنفس البوسه هي كمان، وبيقعدوا يضحكوا مع بعض. وبكده بينتهي الفيلم بتاعنا النهارده.